اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. صباح الخير وصباح السعادة وصباح كل حاجة حلوة علينا. سامعين سامعين الايه الخروشة دي؟ سامعينها؟ سامعين البطاطس؟ سامعين صوت البطاطس؟ شايفين؟ مفيش نقطة زيت. طبق ما شاء الله ما فيهوش نقطة زيت. اسمعوا بقى. تحفة ما شاء الله ما شاء الله. ها، ولا طلعت البطاطس على ورق ولا على مناديل ولا على اي حاجه، وهتوفري زيت وبمعلقه واحده بس هنشوفها دلوقتي. هتعملي البطاطس الجميله دي ما شاء الله وقليه واحده من غير بقى ميه سخنه تحطيها فيها او تسلقيها او تعمليها نص سلقه والكلام ده كله او نص قليه. لا 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 لا، الحوارات دي كلها احنا مش هنعملها خالص، هنقليها مره واحده وزي ما هتشوفوا كده بالظبط. نبدأ بقى بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا هنا معايا بطاطس، البطاطساية اللي هي الصفرة دي شوية كده ممكن تكون كانت مسكرة شوية. لكن البطاطسين دول بيض ما شاء الله، البيض دول هتلاقوهم دول مش مسكرين يعني، فمش هتلاقيها ايه تتحروق، بس الحمد لله ما اتحروقتش. انتوا شايفين البطاطس عاملة ازاي. مسكت بقى البطاطس هنا قشرتها وبعدين قطعتها الاول صوابع كده بالسكينه العاديه، وبعدين ايه جه في بالي افتكرت القطاعه دي، قلت لا انا هقطع البطاطس بالقطاعه دي بتبقى شكلها جميل قوي. بعد ما قطعتها غسلت البطاطس وصفيتها كويس، خلي بالك يعني صفي البطاطس كويس، يا ريت كمان تصفيها في مصفى. صفيتها كويس قوي وبعدين رحت جايبه معلقه نشا، مش هعمل حاجه اكتر من كده، معلقه نشا، ورحت مقلباها على طول بالبطاطس كده زي ما انت شايفه اهو. لقيت معلقه النشا لا لسه شويه، حطيت كمان نص معلقه وقلت لا شويه كمان، يعني برضو ده على حسب الكميه اللي انت عاملاها، وبعدين حطيت كمان شويه صغيرين بتاع ربع معلقه مثلا. يعني كل اللي استخدمته هنا افتكر معلقتين الا ربع على النشا. وهنا كل النشا ده هينزل تاني، هتجيبي بقى مصفى زي دي او مصفى، عندك اي مصفى، المهم انك هتنخلي لي البطاطس كويس قوي وتطلعي منها النشا كله عشان ما ينزلش النشا او الكتل بتاعته في قلب الزيت، فتخليه يا يتحروق يلزق في بعضه الكلام ده كله. هنا انا مولعه على الزيت، والزيت هنا انا ما كنتش مخلياه حامي قوي، يعني كنت مخلياه درجه الحراره بتاعته مش عاليه، انا كنت مغطيه على الزيت. حطيت البطاطس زي ما انتوا شفتوا كده، يا دوب اديتها بس تقليبه كده واحده بس، وبعد كده سبتها لحد ما هتلاقوها لما جيت اقلبها دلوقتي قدامكم كانت حتى هتلاقوها ملزقه في بعض كده. بس خلي بالك انك توصل للمرحله دي وبعدين تبداي بصي تقلبي فيها كده اهو اهو، عشان ما تقطمش منك، وعشان تفتحيها من مثلا كام واحده لازقين في بعض كده، تقومي مطلعاها بقى مفتحاهم من بعض يعني. خلي النار وسط، ما تخليش النار عاليه عشان البطاطس تستوي حلو وتتحمر معاكي حلو. طبعا انا بفصل الفيديو وبفتحه تاني. بصوا ما شاء الله وصلت لفين بقى البطاطس، ما شاء الله ما فيهيش. بصوا عامله ازاي، وعايزه اقول لكم الزيت نضيف ما شاء الله جدا. هتوفري زيت بجد، فعلا هتوفري الزيت جامد في خصوصا في البطاطس. طبعا عايزه اقول لكم وهي ما شاء الله وانا بطلعها كده من الخروشه بتاعتها ما شاء الله. جربيها تعجبك قوي وهتوفر معاكي كتير وهتعجب ولادك جدا ونظيفه. ممكن تعمليها شيبسي عادي على فكره، هتطلع تحفه تحفه. طبعا لو الفيديو عجبك اعملي بقى اشتراك في القناه وفعلي زر الجرس عشان اي جديد انزله على طول يوصلك اشعار بيه. وما تنسيش اللايك عشان اللايك ده بيرفع الفيديو. بصوا بقى هنا نزل شويه نشا، انا بشيلهم بقى بصفايه الزيت دي كده بالراحه اهم لحد ما الزيت عندي هيصفى ما شاء الله ويبقى زي الفل كانك ما قلتيش فيه اي حاجه. هنعمل فيه على فكره الوصفه اللي قلت لكم عليها، اسمعوا بقى. مفيش نقطه زيت، مفيش نقطه زيت، انا مطلعها حالا اهو، انا واقفه على البوتاجاز لسه ما حطيتهاش على الرخامه اصلا. اشوفكم على خير وسعاده وسلامه والهنا والشفا يا رب للي عمل واللي